السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جميعا في فيديو جديد. معلش اتأخرت عليكم شوية، بقالي فترة مش منزل فيديوهات، انتوا عارفين ظروف الدراسة والامتحانات. وبمناسبة الامتحانات كنت عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع النجاح. هل النجاح مرتبط بإن أنا أنجح بس في الامتحان وإن أنا أتفوق وأجيب تقديرات عالية، أو إن أنا أنجح في وظيفتي أو في شغلي، أو إن أنا أترقى؟ هل مفهوم النجاح هو ده؟ من وجهة نظري ان النجاح كلمة اكبر بكتير من كده. النجاح مش متوقف على ان انا اكون ناجح في دراستي او ناجح في عملي بس. النجاح كلمة اعمق ومفهومها اوسع من كده بكتير. النجاح ان انا انجح في دوري كأب لولادي، النجاح ان انا انجح في دوري كابن مع والدي ووالدتي، النجاح ان انا انجح في دوري كجار مع جيراني، النجاح ان انا انجح موظف في وظيفتي، وان انا انجح طبعا كطالب في دراستي في مدرستي او في جامعتي. طبعا كل دي اجزاء من اجزاء النجاح. النجاح ان انا اكون اخ ناجح، اكون صديق ناجح. طيب هل في حد ممكن يبقى ناجح في كل حاجة؟ طبعا مش ممكن. احنا بشر ولينا قدرات معينة، فاللي بيحاول ينجح في كل حاجة في الدنيا ما بيقدرش مهما حاول. اكيد المحاولة مطلوبة، اكيد مطلوب مننا ان احنا نبقى افضل، اكيد مطلوب ان احنا نحاول نحسن نفسنا في كل حاجة. بس بلاش نبقى قاصرين فكرة النجاح على الدراسة بس. ممكن يكون نجاحك ربنا شايله لك في حاجة تانية. مش شرط، يعني مش شرط ان انت تكون على قدك في الدراسة بتحاول وبتجتهد بس ما بتجيبش تقدير. مش كلنا هنطلع الاوائل، مش كل الناس بتطلع الاوائل دايما. امال ليه في درجات وفي ترتيب وفي فرق حد عن حد؟ مش بس عشان المجهود، ممكن يكون هو حد خلقته كده، ربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه ان هو يستوعب بشكل اكبر، ذكائه اعلى شويه، بيقدر يحفظ بشكل اكتر من غيره. ف فبلاش نقصر النجاح على فكره ان انا مش ناجح في دراستي، انا فاشل. اوعى تقول على نفسك فاشل. الفشل مش الفشل في الدراسه. الفشل الحقيقي هو ان انت تفشل في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الفشل بجد. لكن اي حاجه دنيويه انت ما تبقاش فاشل فيها. انت بتحاول وبتعمل اللي عليك وبتجتهد عشان تنجح، ولازم تكون بقدر الامكان ناجح في اي حاجه تدخل فيها. حاول على قد ما تقدر. آه لازم تكون ناجح كأب مع اولادك بقدر الامكان. حاول ان انت تبقى قريب منهم، تصاحبهم، تعرف مشاكلهم. ان انت تكون ناجح كابن في علاقتك بوالدك ووالدتك، ان انت تكون ناجح كأخ مع اخواتك، ان انت تكون ناجح كصديق وكزميل. بقدر الامكان حاول تبقى ناجح. لكن ما تفكرش ان انت هتوصل للكمال او لدرجة الامتياز في كل حاجة. لا، بقدر الامكان اعمل اللي عليك. مش هقول لك طبعا ان انت ما تحاولش، حاول وبقدر الامكان اجتهد واسعى. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش ان انت تفشل فيها هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هي دينك، هي التزامك بعباداتك، هي اخلاقك. دي ما ينفعش تبقى فاشل فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف بس، مجرد ان انت تتزحزح بس كده، تتزق بعيد عن النار وتدخل الجنة، هو ده الفوز. هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت لازم تسعى لها بكل طاقتك بقى. دي ما ينفعش تأثر فيها، دي بقى بأقصى طاقة عندك لازم تنجح فيها. النجاح الحقيقي ان احنا نخرج من الدنيا ونوصل للجنة في الآخرة إن شاء الله. أشوفكم على خير. ده كان فيديو سريع كده، حبيت بس إن أنا أقول لكم الموضوع دوت. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاية. ويا رب يا رب ما أتأخرش عليكم فترة طويلة تاني. وكل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة الامتحانات، وبمناسبة خلاص الموسم الدراسي بتاع الترم الأول بينتهي. فربنا يوفقكم يا رب جميعا ويعينكم، وينجح كل طلابنا يا رب في كل مكان. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.